السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي يعرفنيش أو لسه أول مرة يتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة هنا مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي. من فترة كنت بتكلم مع واحدة زميلتي واحنا راجعين من الشغل، فبتقول لي أنا قاعدين بنهزر مع بعض وكده في حوار الخطوبة مثلا وكده، وإن أنا عندي أخت فهي عايزاني أتقدم لها وبتاع كده. فبقول لها هي عندها فلوس في البنك. فبتقول لي عندها مبلغ وقدره كذا، قالت لي مبلغ وقدره. فبقول لها طب حلو جدا، طب وانت عندك قد ايه؟ فقالت لي لا معلش انا اقول لك اختي عندها قد ايه، لكن انا لا معلش، دي حاجه بقى شخصيه مالكش دعوه بيها. فلفت انتباهي، وانا على علم بحاجه زي كده، يعني انا عارف ان في حاجات ما ينفعش ان احنا نقرب منها، بس انا وقتها كان على سبيل الهزار كده بنتكلم. فلا حتى لقيت ان هي حتى على سبيل الهزار ما ينفعش حاجه دي برضو نتكلم فيها. فاللي انا حابب اتكلم فيه النهارده، او اللي انا حابب اتكلم فيه في الحلقه دي، ان احنا في بعض الامور الشخصيه وجدا جدا وحاجات برايفسي ما ينفعش ان احنا نقتحم او نقرب فيها للشخص ده مهما كان قريب مننا. حتى لو اخوك، هو ما ينفعش اصلا تتكلم معاه في حاجه زي كده. انت متخيل لو اخوك، فما بالك مثلا لو هو شخص غريب. فمن ضمن الحاجات ديت المرتب مثلا بتاعه او فلوسه قد ايه مثلا اللي هو شايلها، سواء في البنك او اي حاجه. دي حاجه شخصيه جدا، ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها او نساله عليها، لان هي بتكون شخصيه جدا لدرجه ان هو الشخص بيحس ان انت ممكن تكون بتقتحم هو شخصيا او بتتعدى حدودك معاه. ودي من الحاجات جدا جدا برضو ان انت يعني ضروري جدا تخليها محدش يعرف عنها حاجة. يعني مرتبك او حياتك المادية او المالية مفترض ان محدش يعرف عنها حاجة. دي حاجة شخصية خاصة بيك، سواء انت بتزود دخلك بتقلل دخلك، سواء دخلك كتير او قليل، فدي حاجة تخصك انت، بتخصش حد تاني، او ما ينفعش حد تاني هو يسألك فيها. دي حاجة. الحاجة التانية كمان علاقتك العاطفية او علاقاتك العاطفية، سواء انت بتحب حد او مهتم في حد او في حد في حياتك، ما ينفعش كده تقعد وسط زمايلك او وسط الناس او حتى عيلتك تتكلم ان الشخص ده قد ايه هو كويس، او الشخص ده قد ايه حلو، او الشخص ده قد ايه انتوا مرتاحين مع بعض في العلاقه، او واحد اتنين تلاته. تفاصيل والديتيلز بتاعت العلاقه دي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها مع حد. يعني دي برضو حاجه برايفسي جدا وحاجه شخصيه، فما ينفعش ان احنا برضو نتكلم فيها مع حد. ليه علاقات الشخصيه ما اتكلمش فيها، او ليه مثلا فلوسي ما اتكلمش فيها؟ دايما الناس بتبص للحاجة التانية. يعني أغلبنا إلا من رحم ربي طبعا دايما بنبص لإيد الحاجة اللي في إيد الشخص تاني. فسواء حاجة مالية مثلا، لو أنت مرتبك عالي جدا فهتلاقي ناس، أكيد الناس حابة لك الخير، ما بنقولش حاجة، بس دايما مش هتلاقي الشخص ده حابب ان انت تكون احسن منه. هو اي نعم قايل لك الخير وحابب ان انت تكون في خير، بس مش هيحب ان انت مثلا يكون مرتبك احسن منه. طب على سبيل المثال ان انا لا هلاقي مثلا مرتبي اقل من مرتب الشخص ده، في كده دي الحالة هتلاقي مثلا ان هو طب ليه؟ يعني ليه ان انت مثلا تبقى في نظر الشخص ده ان انت مرتبك اقل منه او ان هو احسن منك؟ ما برضو احتفظ بيها، يعني دي حاجة احتفظ بيها لنفسك، هي مش هتضره او مش هتفيده. لما تقول له ان انا مثلا ايه معايا او مرتبي او دخلي كذا، او مثلا عندي فلوس كذا، يعني دي حاجة انا بشوف ان هي شخصية جدا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها مع حد او حد يسألنا عنها. حته العلاقات العاطفيه، دايما العلاقات العاطفيه انا ببص لها ان يعني انا لما بشوف اتنين ماشيين مع بعض انا ببص كده وابتسم كده، اللي هو يعني ربنا يبارك لهم، او مثلا يعني دي حاجه حلوه. فدايما تخلي علاقتك برضو العاطفيه، علشان الاقل مثلا ما فيها الحسد ما ينفعش ان انت تتكلم فيها مع حد، علشان ما يبقاش في نظره مثلا كده لو يحسدك على حياتك دي، ويحسدك قد ايه انت سعيد مع الشخص ده، او ان هو يبص للشخص ده. ما انت برضو يعني من جانب الغيره ما ينفعش انت تحكي ديتيلز عن مثلا علاقتك مع واحده خطيبتك او مراتك، او حتى علاقاتك العاطفيه مع عيلتك، يعني اخوك مثلا او اختك او مامتك. ما ينفعش تقعد مثلا مع حد تحكي قد ايه انتوا كويسين مع بعض، قد ايه انت تحبهم، التفاصيل برضو الصغيره. لا يعني انا بشوف ان انت لو انا قعدت مع شخص واتكلمت في حاجه زي كده، انا بعد ما بتكلم انا بكون مبسوط جدا وبتكلم وبدي كل مثلا ان انا قد ايه انا واهلي مثلا كويسين مع بعض وبنعمل كويس وكده. فبلاقي بعد الكلام ده ان انا ببقى فعلا خايف جدا، اللي هو لا ممكن الحاجه دي تبص لها بنظره تانية، او ممكن اللي هو مش كل الناس علاقاتها ناجحه مع اهلها، او مش كل الناس حياتهم ماشيه كويسه مع اهلهم مثلا. أو ممكن لو في مشكله ماشي تتكلم، يعني محتاج مثلا نصيحه حد اكبر منك او كده، وبتختار برضو بتنتقي الشخص اللي هو هتتكلم معاه في الموضوع ده. فانا بجد لا، انا شايف ان دول حاجات شخصيه جدا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها مع حد، او ان احنا نتناقش فيها مع حد. في مشكله بيني وبين مثلا خطيبتي او مراتي، فانا قاعد على القهوه واقوم طب ايه رايكم يا رجاله، يلا كده مشروع بقى، فاهم، نتكلم او تنصحوني بايه ولا إيه؟ لا يعني
يا اما حد مختص يا اما حد قريب منك بتثق في رايه على الاقل علشان يفيدك. يعني حتى لو حد قريب منك بس انت مش هيفيدك، ليه تتكلم برضو معاه؟ يعني ليه تتكلم فيها؟ ممكن على سبيل مثلا انت حابب تفضفض او كده، فاحنا ممكن زي ما قلنا ان هو حد يكون مصدر ثقة، واحنا على علم ان هو ممكن يساعدنا او يدينا رأيه او يفيدنا في حاجة زي كده. بس يعني هم دول الحاجتين اللي انا شايفهم مهمين جدا من وجهة نظري، ان احنا حاجة بيرسوناليتي جدا او حاجة شخصية جدا ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها مع حد. وكمان من الحاجات الخصوصية او الحاجات الخاصة اللي هي برايفسي برضو ما ينفعش حد يقتحمها او يتكلم معانا فيها. ممكن يكون في حاجات تانية اهم بكتير جدا في وجهة نظركم، فبترجع للشخص نفسه. بس انا بتكلم ان في حاجات كده او الحاجة عامة. الاتنين دول انا بشوف ان هما لا، ما ينفعش ان انا اروح اتكلم فيهم مع الشخص واساله عنهم. بس ده اللي كنت حابب اتكلم فيه معاكم في فيديو النهارده. تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وبشكرك جدا لو انت وصلت لحد هنا. ما تنساش لو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه، ولايك لو الفيديو عجبك. ومن هنا لحد نشوفك فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.